السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيف حالكم يا حبايبنا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير، وان شاء الله يا رب يكون اليوم رمضان حلو عليكم يا رب، مش زينا يعني احنا كنا يعني تعبانين اليوم، احنا تعبانين يعني تعبانين بسبب اللي صار فينا امبارح. يعني كانت ليلة رعب يا جماعة، يعني ولا في الأحلام ولا كنا نفكر يصير فينا زي هيك. يعني أسوأ ليلة في رمضان مرت علينا، وهذا هو اليوم 18 من رمضان. كل عام وانتم بخير طبعا. ربنا يخلي لكم أولادكم يا رب، وبتسألوا عني وبتطمنوا علي في التعليقات. والله أنا طلعت لكم ماني نفس أعمل فيديو أصلا، بس عشان أطمنكم عني وعن ولادي. والحمد لله كنا بخير كويسين، مع انه القصف كان في حدنا وشمال ويمين، من وين ما اجى يعني كان قصف كتير كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. الواحد مش عارف ايش يحكي وايش يقول. والله انا اليوم بالذات اليوم انا تعبانه والله، حتى يعني صايمه بدون سحور وبدون خلص ماليش نفس. يعني عملت لاولادي اللي تفهموا من سحور من غيره، على السريع هيك، وما شربت المية بس. الحمد لله على كل حال والله. لكن حاسس حالي ما انا مش جاي عبالي اكل خالص من هالوضع اللي احنا فيه. وربنا هيك يهون علينا هيك يا ربي، ويقيم هالكرب عنا وعن أولادنا، ويرحم شهدائنا يا ربي، ويشفي جرحانا، ويهدي بالنا يا ربي، ويعم علينا الأمن والأمان يا الله يا كريم. إن شاء الله نكون يا رب إحنا صابرين، الحمد لله صابرين في بلادنا وفي أراضينا، ومتحملين الأذى ومتحملين اليهود ومتحملين القصف. بس والله يعني كانت ليلة فظيعة الليلة اللي فاتت يعني على الآخر. وكمان اللي زود أنا إني مشغولة وخلص وتوترت، إنه ابني برضه في رفح غادي كان، فضلتني قلقانة عليه واتصل فيه. حسيت إنه خايف برضه وأنا خفت عليه، ما صدقت إنه يجيني. الحمد لله وصل لي بالسلامة، ورب طمنت عليه يا رب، وربنا طمنا عليه. والحمد لله كل واحد يطمن على أولاده يا رب من أهل غزة، وإن شاء الله يبعد شر الأذى عنا وعن أولادنا وعن أهل غزة كلهم يا ربي. وربنا يهدي بالنا وبالكم يا رب جميعا. الحمد لله على كل حال. إيش نقول؟ الحمد لله، هذا قدرنا وهذا نصيبنا. الحمد لله على كل حال. الحمد لله، حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا في الليل كنت يعني خلص، إيش بدي أقول لكم، إني يعني الواحد بكى من اللي صار فيه. ويعني شوف صغاره صحيين، يعني بنتي الصغيرة وابني صحيوا، اللي حطت ايديه عدنيه واللي سقعان برجف من الخوف. ويعني كانت ليلة خوف، واحنا نفسنا احنا بفكروني انا بتحموا فيها، بفكروني يعني ما انا خايفة زيهم. فخلص سبحان الله بيجوا عند الام وهي الام بتكون خايفة زيهم. فالحمد لله الله يصبرنا ويهدي بالنا يا رب ويصلح حالنا يا الله يا كريم. إن شاء الله يا رب تحل هاليومين إن شاء الله يا رب، ما تطولش علينا هذه القصة. طبعا كنا عايشين في أمان لما صارت الهدنة وما الهدنة. والله كانت يعني أيام كويسة، مع إنه يعني الواحد صح زهقان وقرفان العيشة، بس يعني إشي أهون من إشي. بس لما صار هاللي صار، يعني هي كل الواحد تعبان أصلا في حياته في غيره، بس يعني كلها في أمان شوية. بس أنا كنت أنا نفسي كنت قلقانة والله، حاسس إنه حيجي اليوم هذا. حاسس حتى كنت أحكي لكم في الفيديوهات، بس ما ترجعش الحرب، بس ما ترجعش الحرب. وربنا قدر ولطف، ربنا ايش بدنا نعمل. الحمد لله على كل حال. يعني وفي كتير في التعليقات بتجي بتقول لي ارجع على بيتك، ارجع على بيتك. يعني كتير ناس بتقول لي ليش يا مجنى ما ترجعوا على بيتكم، يعني تقضي رمضان وتعمل روتين تنظيفات ومش تنظفي فيه وتسوي فيه زي القنوات. فانا اصلا بيتي اصلا مكسر شويه هيك، يعني تلتين وتقولي مدمر. وانا خايف من اليوم هذا. من اليوم هذا كان يعني لو صار فيا وانا اولادي غاد، كان جينا ماشي على خان يونس، كان رجعنا ماشي. لانه ابني اجى من رفح لخربة العدس، هذا مكان يعني للسيارات ماشي، وما لقاش سيارة وكمل ماشي. غير الله يعني بعت له بهيك ركوبة لا كراج خان يونس، واجى من كراج خان يونس للمواصع انه ماشي. يعني اجى مهدود حيل، والتاني لا متصحر ولا. وخوف برضو كان عندهم قصف أكتر كمان من عنا. فالحمد لله على كل حال. ربنا يهدي بالنا ويصلح حالنا يا ربي، ويبعد هالغمة عنا إن شاء الله، وعن كل أهل غزة إن شاء الله، وكل واحد متضايق إن شاء الله. الله يهدي باله ويصلح حاله يا ربي. والله بشكركم جميعا يا متابعيني ويا مشاهديني ويا اللي داعميني. بشكر
والله وبشكركم من كل قلبي يا جماعة، والله جميلكم على راسي. وبشكر الناس كمان برضو بتسألني على وبتطمن علي، فهذا إشي ببسطني وبسعدني والله. يعني الحمد لله والله، ربنا يبارك فيكم وفي أولادكم ويخليكم ويرزقكم يا رب ويسعدكم ويسعدنا زيكم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله الله يسعدنا هيك ويبعد هالغم عنا. يعني احنا مش عارفين حالنا وين رايحين الصراحة، مش عارفين حالنا وين رايحين. يعني احنا ضحية الصراحة، احنا ضحية الحمد لله على كل حال. يعني الواحد بتكلم والله وقلبه بتقطع من جوا. والزنانات اجي عن روسنا، الزنانات من امبارح والله والله ما يعني ما لكم يمين انه الزنانات من العصر امبارح فوقنا. فقلت هدول الزنهن مش طبيعي، وفي الليل زادن اكتر. يعني نمت قلقانة وشوفوا صار اللي صار. الحمد لله، نرجع بنقول الحمد لله يا جماعة، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على السارة وعلى الضارة. وربنا بس يبعد هالحرب عنا وعن أولادنا وعن أهل غزة كلهم يا رب. والله يرحم جرحانا. والله الواحد بيزعل على الناس اللي بتموت يا جماعة، والله بيزعل على العائلات اللي بتروح مالها. يعني الواحد بده يبكي والله يا جماعة، إنه الواحد بده يبكي على ناس يعني مش أنا بعرفهم مش، لكن والله يعني خلص سبحان الله. الدم بحن الدم، يعني بنحل بعض شعب واحد. يعني الحمد لله على كل حال. والله بنزعل على الناس يعني يا جماعة، والله كتير كتير أنا بزعل على الناس وبحس في الناس والله. وربنا يهدي بالنا يا ربي. اللي بنتمنى من الله الأمن والأمان ويصلح حالنا يا ربي. وإن شاء الله يتكمل رمضان علينا بهداة بال. حتى الواحد يعني بيطلبوا من أولادنا يعني يما كسيني يما جيبيلي. طب بقول لهم ماشي ماشي، هاي شوف كيف أجى الحرب. ف عاد إن شاء الله ما يتكملش الحرب، إن شاء الله يخلص على السريع حتى الواحد يبسط أولاده يحسوا حالهم إنهم في عيد. إن شاء الله نضل طيبين. والله يا جماعة لكن بدي أقول لكم هالحاجة، إنه الواحد ما متأمل إنه يعيش لحظة، لأنه ما بتشوف إلا الصاروخ في نصك ورايحة كل عيلتك. الله لا يقدر يا ربي، ربنا ولا يسمح يا رب. فاليوم جيتكم والله فيديو كله حكي في حكي. أنا ما أنا عامل أكل ولا عامل شرب ولا إشي. يعني بدي أمشيها من عندي لأن أنا تعبانة على الآخر. يعني غسالت اليوم وأنا تعبانة، عجنت وخبزت وأنا تعبانة. بدي أمشي، عندي عيلة وبدي أمشيها والحمد لله على كل حال. يعني مش بديش أعمل لأولادي خلص، ماليش نفس أعمل حاجة. والله ما نفس أعمل حاجة. الحمد لله على كل حال. وهي والله من التكية يا جماعة. احنا يعني الوضع هذا كله على تكيات وعلى غيره. هاي الرز برضه، الرز ربنا هيك جزيهم كل خير اللي بيعملوا هالاشي للناس. وهي الطبيخ بالزيلة كمان اليوم، هاي فترتنا حتكون زي هيك. انا هذا الفيديو مش طالع اني اعمل اكل واعمل شرب، هذا والله بس عشان اطمنكم على حالي وعلى اولادي وعلى اللي حوالينا. الحمد لله كلنا بخير وبسلامة. الله يرحم شهدائنا يا رب، يكونوا الله يتقبلهم شهداء يا ربي. وجرحانا الله يشفيهم يا رب شفاء عاجل يا رب. كنت بدي اعمل سلطة كمان لهم، بس والله انا مخرط ولا حاجة. وعلبة اللحمة هذه زي تنويعة لهم كمان ببصل هعملها لهم وخلص. ايش بدي اسوي؟ الحمد لله على كل حال. ان شاء الله ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال. الاكل مش كل حاجة يا جماعة، مش كل حاجة الاكل. يا ريت كل اشي زي الاكل بتدبر بس احنا نطلع من هالمصيبة اللي احنا فيها ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ادعونا يا جماعة، ادعونا وانتم بتصلوا التراويح وقيام الليل. هذه ايام مفترجة وايام يعني قربنا على العشر الاواخر. ان شاء الله ربنا يستجيب دعائكم لنا يا ربي، على انه الله يقيم هالكرب عنا وعن اولادنا يا ربي، ونعيش سعدة زي الناس يا رب. احنا ما نطلبش شيء تاني، بدنا نعيش سعدة زي الناس بس ايش بدنا نقول؟ الحمد لله على كل حال. مع سفرتنا صارت جاهزة. اللي ورتكم عملت لأولاد اللحمة بالبصل والسلطة والرز والطبيخ اللي بالزيلة وشروا فلافل كمان، لأنهم هم بيحبوا الفلافل وأنا ما قدرتش أعمل لهم الفلافل اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد. وإن شاء الله يا ربي صوما مقبولا وافطارا شهيا. وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.